تعالى نحكي لك قصة جميلة جدا هي تخص الفاولز، والقصة دي هنحكيها من كتاب English for Mom and Kids. والصراحة هو كتاب هايل جدا للأستاذة أمان إسماعيل، والكتاب ده عبارة عن أو سلسلة من 3 كتب، كتاب للفونكس وكتاب للفوكاب وكتاب كمان للجرامر. فالكتب دي إن شاء الله لسه هنتكلم عليها قدام كده ونعرفك بمحتواها بشكل أكبر. المهم تعالى نتكلم على قصة الباسي أور. بص، هو الفاولز الحروف المتحركة معروف كده ان ليها اصواتها، مش كده؟ مش احنا دايما بنقول A A وال E E وال I E وال O A وحرف U بيدي الصوت A. فاحنا عارفين ان الحروف دي ليها اصوات، تمام. بس لما يجي R بعدها، فالR بتكون باسي. باسي اللي هو الشخصية المتحكمة، بتحب تتحكم قوي في الفاولز وتغير أصوات الفاولز، فعلشان كده سميناها باسي R. الR المتحكمة في الفاولز، والفاولز دي يا عيني بقت R controlled vowels، يعني حروف متحركة، أصوات متحركة، والR اتحكمت فيها فبقت R controlled vowels. ليه اتحكمت فيها؟ لان هي غيرت اصواتها، فالاي ما بقتش ا، وحرف الاي ما بقاش صوته اه، وحرف الاي ما بقاش صوته اه، وحرف الاو ما بقاش صوته اه، وحرف اليو ما بقاش صوته اه. اتغيرت اصواتهم لما جت الار المتحكمه وراهم. فحرف الاي، الا دي اتكسرت خالص وبقت اه، فالاي ار بقت ار ار ار. علشان كده بنقول car، وبنقول hard، وبنقول far، والنجمة star، والرسم أو الفن art، والمزرعة farm، والكوفية scarf، ويكون are. فال A ما بقتش A، لما تيجي بعدها ال R بتبقى R. ال A اتحكمت فيها ال R وبقت R controlled vowel.